متابعين وصفات هالة، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. النهاردة بقى هقدم لكم نوعين من العيش اللي بنشتريهم من الأفران بفلوس كتيرة جدا. النهاردة هوفر عليكم وبشوية دقيق بس هنعمل مستعمرة من العيش. أولهم بقى النهاردة إيه؟ عيش الكايزر اللي قدامكم الجميل ده، أو عيش البرجر، وهنعمله كمان من الحجم الكبير. وهقولك إزاي يطلع معاكي هش وطري وخفيف جدا جدا جدا. وهقول لكم كمان يا جماعة على الأسرار اللي محدش بيقولها لكم بتاعة الأفران. وكمان مش هنغلب فيها ولا هنشتري حاجة من بره خالص خالص عشان نعمل الجمال والعظمة اللي قدامكم دي. شايفين الجمال ده؟ الجمال ده كله يا جماعة بكيلو دقيق واحد. كيلو دقيق خرج لنا 20 رغيف من الكايزر. طب يلا نبتدي بقى ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا هعمل دلوقتي بديل المحسن بتاع الافران. طبعا كلنا عارفين ان محسن الافران ده هو اللي بيخلي العيش يفضل طري معاكي اسبوع كامل، وهو كمان اللي بيخلي العيش معاكي نافش كده وحلو. طيب المكون ايه؟ هو المكونات بتاعه المحسن معذرة. معايا معلقتين دقيق، معايا ظرف من كيك شيف، معايا علبة زبادي صغيرة. العلبة دي يا جماعة هي معلقة 100 جرام مفيش غيرها، زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا دلوقتي. المحسن ده جميل جدا وبديل للمحسن اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا المحسنات اللي بره يا جماعة بتتعب المعدة جدا جدا، وبتعمل انتفاخات في القولون وحاجات احنا مش عايزينها. فهنعمل المحسن الطبيعي الحلو اللي هيخلي معانا الرغيف كده او الكايزر بتاعنا هش وطري وناعم، ونفس الوقت اللبابة بتاعته مش تقيلة والعيش نفسه مش تقيل. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا فضيت علبة الزبادي، معلقتين من الدقيق، الدقيق العادي بتاعنا يا جماعة، تمام، وظرف من الكيك شيف. نفس كوباية الزبادي دي هضيف عليها كوباية من الخل، نفس المعيار يا جماعة بتاع الزبادي، ونفس الكوباية بتاعة الزبادي هملاها لبن، تمام. هو ده المحسن الطبيعي. واتفرجوا على الفوران من دلوقتي، شايفين الفوران عامل ازاي؟ احنا بنعمل محسن صحي، مش المحسن اللي بيجي من بره ويتعبنا ويتعب عظمنا ويتعب جسمنا لمجرد ان احنا بنستسهل ونشتري رغيف الكايزر من بره او رغيف البرجر من بره. طيب هنقلب كده المكونات كلها مع بعض لغاية لما نتأكد ان هي اتمزجت كده مع بعضها وبقت عاملة زي الكريمة بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده اجمل محسن ممكن تعملوه في حياتكم. المحسن ده استخدموه في كل المخبوزات اللي ممكن تعملوها، سواء عيش فينو يا جماعة او عيش عادي او اي نوع عيش من اللي انتوا بتعملوه في البيت. ده محسن طبيعي وجميل جدا جدا. وهتشوفوا معايا في النهاية الساندوتش بتاع البرجر عامل ازاي. ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده فاخر من الآخر. قلبنا المكونات نركنها على جنب، وتعالوا بقى ايه لباقي المكونات بتاعتنا. انا معايا كيلو من الدقيق. كيلو الدقيق ده يا جماعة للمخبوزات فقط. خلاص. انا معايا بقى ايه؟ ظرف من الخميرة. الخميرة دي يا جماعة تقريبا كده 11 جرام، تمام. معايا معلقتين من اللبن البودر، معايا نص معلقة من الملح، معايا معلقتين من السكر. والسكر هنا يا جماعة علشان خاطر الخميرة بتاعتنا تتفاعل وتبقى حلوة كده مع نفسها. معايا بيضة كاملة بدرجة حرارة المطبخ مش من التلاجة. معايا كوباية مليانة من اللبن. الكوباية دي يا جماعة ساعتها بالظبط 300 ملي، والدقيق عندي النهاردة هياخد 400 ملي من المية او من اللبن، او انت عايزة تخلطيهم على بعض مفيش اي مشكلة. وبرضه هرجع اقولك الدقيق هياخد معاكي مثلا من 400 ل 500 ملي، يعني نص لتر تقريبا، علشان خاطر كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. ودي مش حاجة وحشة يا جماعة، علشان ناس كتيرة سألتني، لا هي مش حاجة وحشة خالص خالص. هو كل نوع دقيق بيبقى عليه مستخلصات وحاجات كده، فبيشرب مية زيادة او لا، تمام. فانا حبيت ان انا اكتفي بالكوبايه الكبيره دي لبن، وممكن ازود بعد كده لبن او ميه. هاخد معايا قطعه زبده، تقريبا قطعه الزبده دي يا جماعه 50 جرام، وههرسها كده مع الدقيق، وهنزل بكميه المحسن اللي انا عملتها، لان فيها نسبه سوائل، وانا عايزه العجينه تبقى مظبوطه، مش عايزاها معجنه معايا كده وملزقه وسايبه، وارجع ازود دقيق وبعد كده الاقي الدقيق ناشف وازود لبن او ميه، يبقى الموضوع معايا كده بايظ كله على بعضه. تمام. انا استخدمت كده كوبايه اللبن اللي كانت قدام حضراتكم، ومليت نص الكوبايه كده يعني 150 ملي، لغايه كده لما عجنت العجينه ولقيتها مظبوطه في ايدي. هاجي بقى اشتغل على الرخامه. انت بقى لو عندك عجان يبقى يا سلام، دي احسن حاجه في الحياه.
5 دقايق والعجينة هتبقى ملبن معاكي، ولا تعب ولا عجن ولا أي حاجة خالص. لكن أنا هاشتغل إن شاء الله على رخامة زي ما حضراتكم شايفين، وشايفين شكل العجينة عاملة إزاي. طبعًا هي مش مخدومة خالص لسه، أنا يا دوب بس لفيت السوايل مع الحاجات الجافة، مش أكتر ولا أقل. بس علشان تطلعي عيش نضيف، عيش حلو جدًا، جدًا، مخدوم كويس ويطلع معاكِ زي ما حضرتِك شايفة كده في أول الفيديو، وكمان هتشوفي معايا دلوقتي وأنا شغالة بيه. بُصّوا العجينة لازم تكون طرية وناعمة ومخدومة على الأقل 7، 8 دقايق كده. وأسهل طريقة إن أنتِ تعجني العجينة زي ما أنتِ شايفة على الرخامة، الرخامة واسعة ونضيفة طبعًا، أنا معقّماها وهتشتغلي فيها بالراحة، لكن في الطبق إيدِك هتوجعِك. تمام؟ خلّصنا كده عجن العجينة وقُلنا كده الحاجات اللي إحنا عايزين إيه، تخلّي العجينة تبقى حلوة. خلاص، هنجيب الطبق نحط عليه كده معلقة من الزيت، وبعد كده هنجيب العجينة نقلّبها في الزيت اللي في الطبق ده يا جماعة، علشان ما تعملّيش قشرة من فوق، علشان هي مكوناتها من اللبن والبيض والحاجات دي. خلاص، إحنا في الأول وفي الآخر بنعمل حاجة لبيتنا، طبعًا المخابز مش هيقولوا لِك إن إحنا بنعمل بدقيق ولبن، لأ، ما بيعملوش قصدي ببيض ولبن، لأ، ما بيعملوش ببيض ولبن خالص يا جماعة. أنا باحب الحاجة اللي أعملها في بيتي لأولادي تكون كلّها مغذية وكلّها صحية، ويكون طعمها أحسن مليون مرّة من برّه. خلاص يا جماعة، طيب إحنا ريّحنا دلوقتي العجينة 10 دقايق، لا أكتر ولا أقل. هتقولي لي ليه يا هالة طب ما تسيبها تخمر؟ لا يا جماعة، مش هاسيبها تخمر، وده مش وقت التخمير خالص، خالص. هنعمل كده على هيئة كِوَر، الكورة يا جماعة تبقى على أكبر من الليمونة كده بحاجة بسيطة، علشان خاطر هتاخد التخمير المضبوط. طبعًا أنتم شُفتوا المُحسِّن، لازم يا جماعة تاخد التخمير المضبوط بتاعها، وهاقول لكم على كل حاجة وإحنا ماشيين. إحنا هنلِف كده الكورة زي ما حضراتكم شايفين، القطعة اللي هي بتبقى تحت دي هي اللي بيبقى فيها لمَمَان العجينة، أو العجينة لمّا بنيجي نلمّها كده لازم تكون من تحت، عشان لمّا تخمر ما تفتحش معانا في الفرن. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده هنكوّرها زي ما حضراتكم شايفين، أكبر من الليمونة بحاجة بسيطة. عايزة بقى عيش البرجر يبقى كبير كده وحلو، هو بصراحة ده كده كويس جدًا، جدًا. خلاص، يعني هو كده الكورة دي كويسة جدًا، جدًا، هيبقى العيش الرغيف ما شاء الله كبير، أو قصدي الكايزراية الواحدة هتبقى كبيرة. شايفين أنا قطّعته قد إيه؟ الغلطة بقى اللي أنا عملتها الصاج الصغير كان المفروض أقسمه على 2 يبقى صاجين، لكن أنا لزّقته كلّه في بعضه معلش ما فيش مشكلة يا جماعة. المهم الصينية الكبيرة شغّالة معانا. معايا بيضة بقى بدرجة حرارة المطبخ وعليها ظرف من الفانيليا. هتقولي لي ليه فانيليا ما ينفعش ملح أو ينفع سكر؟ ينفع كل حاجة يا ست الكل، بس علشان الفانيليا هتدّيها نكهة حلوة جدًا، جدًا، جدًا. طيب عايزة واحدة بقى تطلع وتقول لي: "يا هالة أنتِ هتحطّي بيض على وش العيش قبل ما يتخمّر؟" هاقول لِك آه، علشان أنا لو سِبته يتخمّر وهو في الحالة دي هيعمل قشرة أو طبقة، فمش هنعرف بعد كده ندهنه بالبيض، ومش هياخد اللون اللي إحنا عايزينه زي ما حضراتكم شفتوه في الأول. تمام؟ وأنا بادهن البيض بقى يا جماعة عملت إيه، فتحت الفرن حاليًا. هنفتح الفرن من دلوقتي، أيوه. هنولّع الفرن يا جماعة هم 5 دقايق فقط لا غير، بعد ال5 دقايق هنطفّي على النار ونسيب الفرن دافي مش حامي خالص، خالص. تمام، هنكون إحنا بقى إيه عملنا إيه، دهنا وش العجينة كلّه من البيض والفانيليا. تمام، هندهن وش العجينة كده من البيض والفانيليا علشان خاطر وش العجينة ما تاخدش قشرة. وأنا عايزة أقول لكم يا جماعة سهلة جدًا، جدًا، جدًا إن أنتِ تعملي كايزر في البيت أو العيش بتاع البرجر في البيت. ما تستصعبوش حاجة، في كل حاجة من البيت. أنا ما جبتش حاجة من برّه خالص، خالص، وممكن يكون عندِك زبادي من أنتِ عاملاه في البيت هيأدي للغرض. هنسيبه بقى نركن كده العجينة على جنب تخمر، هتقعد معايا يا جماعة ساعة أو نُص ساعة على حسب درجة الحرارة بتاعة المطبخ بتاعتِك، لو في الصيف هيقعد نُص ساعة، لو في الشتا هيقعد معاكِ مثلًا ساعة إلا ربع والّا حاجة. تمام، هاسيبه يخمر، وتعالوا نعمل كده إيه، صوص بسيط كده علشان نعمل ساندوتش البرجر من الأول للآخر أو من الألف للياء. تمام، أنا معايا خيار مخلل، طبعا انتوا عارفين ان انا ملكة المخللات، والمخللات دايما موجودة عندي في البيت. هجيب شوية كده من الخيار المخلل وهقطعه قطع صغيرة كده، مكعبات صغيرة جدا. ومعايا طبق فيه 4 معالق مايونيز، 5 معالق كاتشب طبعا انا عاملاه في البيت، ومعلقة مستردة واحدة بس مش اكتر ولا اقل. حابة بقى تزودي حاجات من عندك انت وراحتك. الصوص ده يا جماعة ده صوص البرجر اللي محدش بيقولك عليه، ده بتاع المطاعم اللي محدش
حدش بيقولك عليه خالص خالص، انا جايبه لكم اسرار المطاعم لغايه عندكم. انا عايزاكم بقى تقدروا تعبي ومجهودي كده وتعملوا لي لايكات كتيره. اللي انا شلتها دي يا جماعه قرنفل من الكاتشب. طبعا انتوا عارفين ان انا بحط على الكاتشب بتاعي قرنفل علشان خاطر الريحه والطعم تبقى زي هاينز بالظبط. وهم مش احسن مننا في حاجه، احنا شطار برضو. هنقلب كده كل المكونات يا جماعة، المكونات رهيبة رهيبة، بس أنا زودت عليها كده إيه، فسفوسة ملح وفلفل أسود، ربع معلقة صغيرة وربع معلقة صغيرة، عشان بس نظبط الطعم، لأن أنا عاملة البرجر يا جماعة يعني حياء ومش طالع ولا حاجة، مش مملح أصلا، ولا طعم الملح ده طالع منه خالص. هتشوفوا معايا بس دلوقتي كده العجينة بتاعتي خمرت. أنا ما رميتش يا جماعة باقي البيض اللي عندي علشان نكون عارفين كده العجينة عندي خمرت وما شاء الله تبارك الرحمن. يعني بصوا قعدت بالظبط نص ساعة علشان أنا فتحت الفرن 5 دقايق وطفيته. خلاص، فهي أخدت التخميرة المظبوطة. أنا لو كنت سبتها يا جماعة في المطبخ عندي تلج ولا كان قدامها لتاني يوم لما تخمر، يعني كنت هسويه في صلاة الفجر ولا حاجة. خلاص، ده باقي بقى البيض هنمشي برضو على الكايزر من فوق برشة كده من البيض، مسحة كده من البيض عشان تدينا اللون الحلو بتاع الأفران يا جماعة. وعايزة أقول لكم على حاجة، أنا ضفت الزبادي وضفت اللبن وضفت البيض وضفت اللبن البودر. أبدا أبدا الأفران ما بيعملوش كده خالص خالص خالص. تمام. خلصنا كده رشة البيض على وش الكايزر، هنجيب بقى السمسم بتاعنا ونرش رشة. هتقولوا لي ليه، هل حطيتي فانيليا؟ الفانيليا هتديها ريحة ونكهة جميلة جدا جدا. لما تدخل الفرن هتشمي ريحة جميلة، مش ريحة يلا يا جماعة ريحة زفارة وخلاص. تمام. لو انتوا وصلتوا بقى لغاية دلوقتي ما تنسوش تشتركوا في القناة يا جماعة، وتعملوا لي لايك كتير وشير كتير جدا 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 لكل اصحابكم. هنفتح بقى الفرن على درجة حرارة 180 والشبكة في الرف الوسطاني، ونسيبها ونقول لها ربنا معاكي لغاية لما تستوي. انا عندي البرجر بتاعي، عايزين الطريقة بتاعة البرجر، انا عملتها في تفريز الكفتة يا جماعة. ولو انتوا ما كنتوش شفتوا الفيديو هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف او في البطاقة، على حسب بقى لغاية لما افتكر ان شاء الله كده. دي الوصفة بالمظبوط. البرجر ده يا جماعة انا عاملاه تقريبا كيلو الا ربع. هتشوفوا الكمية دلوقتي خرجت معايا قد ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي في الطاسة ده حاجة، واللي انا هوريه لكم كمان حاجة. من كيلو الا ربع لحمة مفرومة عملت اكتر من 23 قطعة برجر. والله يا جماعة ما بكذب عليكم، نفس الطريقة دي انا هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف في تفريزات بتاعة رمضان، علشان تعرفوا ان احنا في رمضان هنوفر وهناكل كل يوم لحمة، وهنغير وهناكل برجر. يعني لازم تعملي يوم كده برجر للولاد وتعملي شوية حركات قدامه. تمام، يعني معاه يعني جنبه كده. خلاص، شايفين الكمية عاملة ازاي؟ ما شاء الله انا عاملة كده دور وفوق دور وبينهم كيس بلاستيك. خلاص، عندنا العيش بتاعنا استوى وما شاء الله تبارك الرحمن بقى فظيع. عايزة العيش بقى يلمع معاكي كده، لو انت مقدماه لاصحاب ولادك او انت مقدماه لحد عاملة عزومة، او عايزة تقدمي كده سندوتشات برجر او سندوتشات مثلا ستريبس او الحاجات الجميلة اللي احنا بناكلها في المطعم، هاتي قطعة زبدة صغيرة جدا جدا، قيمة كده ايه 10 20 جرام، يعني اعتبريها نص معلقة، وبالفرشة كده على البرجر من فوق او على عيش البرجر من فوق، ولمعيها بس مش اكتر من كده. هتلاقي معاكي لمعة رهيبة، لمعة جميلة جدا جدا جدا. واقول لكم على حاجة يا جماعة، ده مش هنرش عليه مية ولا حاجة، ده هنغطيه بس كده. هنغطي العيش كده قيمة يعني ايه 3 دقايق مش اكتر، مش كتير. دي الملاية بتاعة المطبخ انتوا حفظتوها طبعا. وبعد كده بقى بألف هنا وشفا هوريكم البرجر الجميل طالع عامل ازاي. شايفين الطراوة؟ شايفين النعومة بتاعة العيش عاملة ازاي؟ والسوا 10 على 10، لأ مليون على 10. ما شاء الله، ما فيش واحدة يا جماعة معجنة، ما فيش واحدة تقيلة، ما فيش واحدة فيها غلطة، ما فيش واحدة اتحرقت معايا. كل السوا مظبوط واحلى من بره مليون مرة. قومي يا ست الكل اعملي بكيلو دقيق 20 قطعة عيش برجر او كايزر زي ما انتوا بتقولوا. شايفين الرغيف كبير مش صغير، يعني العيش كبير وحجمه ما شاء الله كبير. ده اللي بيقولوا عليه 5 سنتي. وبيتباع طبعا بره بالشيء الفلاني. ايه هو الفلاني يا هلا؟ ما اعرفش لغايه دلوقتي، ما اعرفش. طول عمري بسمع الشيء الفلاني بس ما اعرفوش هو مين بالظبط. تمام. هو ده بقى اللي بيتباع بالشيء الفلاني.
شايفين الجمال والعظمة؟ أنا عايزة بس أوريكم الطراوة والنعوم عشان ما تقولوش لا هي مسكت واحدة وفعصت فيها والتانية لأ، لأ يا جماعة والله كلهم زي بعض. وعلشان تكونوا عارفين العيش ده لازم مثلا لو بات هيبات في الفريزر، مش هيبات بره الفريزر، لأن احنا مش عملنا بالمحسن بتاع الأفران، لأ المحسن بتاعنا احنا اللي خلاها هشه جميل. تعالوا بقى نعمل سندوتش البرجر اللي بيجي من المطاعم. طبعا ما احنا شطار وهنعمله في رمضان، اكيد يوم هنعمله في رمضان او يومين كمان، نوفر على نفسنا التعب والمجهود. وكل يوم هناكل ايه؟ انا معايا خس كابوتشا ومعايا الصوص اللي احنا عملناه، معايا فلفل احمر واصفر، اي اضافات بقى انت عايزه تضيفيها يا ست الكل ضيفيها. انا عايزه بس اوريكي قلب العيش عامل ازاي، قلب الرغيف عامل ازاي، انا هقطعه كله كده على بعضه. تمام. بصوا بقى، بصوا الفتات بتاعه العيش طريه جدا وهشه، مش مستاهله اساسا ان انا اشيلها من جوه، حقيقي جميله جدا جدا. هناخد بقى شوية من الصوص الجميل ده، وبعد كده البرجر بتاعنا، وبعد كده بقى نظبط الخس ونظبط الفلفل ونظبط كل الحركات. انا بقول لكم شوفوا البرجر بتاعي عريض ازاي، تخين يعني ما كشش ولا حاجة، زي ما هو بخيره يا جماعة. والله انا بعمل حاجات استاهل لايكات كتيرة واستاهل منشنات كتيرة واستاهل مشاركة كتيرة. بس هقول ايه عليكم، بس هقول ايه، نديها بقى شوية صوص كده ونقفل على الساندوتش ونشوف البصبصة بقى. شايفين؟ رهيب يا جماعة، تحفة. وشوية بطاطس محمرين معانا، دول يا جماعة البطاطس دي أنا طلعتها من الفريزر، دول أنا كنت مفرزاهم من أسبوعين كده، بس الفيديو نزل لكم الأسبوع اللي فات. البطاطس زي ما دخلتها الفريزر زي ما طلعتها مفيش حاجة اسودت، ما شاء الله تبارك الرحمن، جميلة جدا جدا. شايفين بقى البصة بتاعت السندوتش؟ خطير خطير خطير. استنوا مقسمه بقى من النص عشان نعمل حركات كده زي بتوع المطاعم. شايفين يا ولاد؟ قولوا شايفين، بألف هنا وشفا. جميل جدًا، جدًا، جدًا. وتعالوا بقى نعمل النوع التاني من العيش الخطير الهش الطري اللي تعملوه ليلة رمضان تتسحروا بيه، أبدًا مش هتشتروا أبدًا عيش من برّه. العيش ده شايفين طري إزاي يا جماعة وهش وريحته خطيرة، مكوناته بقى غريبة هتستغربوها وتسقّفوا إيد على إيد وتقولوا لي أنتِ غريبة. حقيقي أيوه يا جماعة أنا غريبة والله. هاقول لكم على حاجات غريبة. أول مكون معانا نسمي كده بالله ونقول معانا نص كيلو من البطاطس. أيوة، ده عيش البطاطس يا جماعة من أجمل وأروق وأحسن عيش ممكن تاكلوه في حياتكم. أظن دلوقتي البطاطس رخيصة جدا جدا، ما بقتش غالية أهو. أنا بعمل لكم الحاجة وهي رخيصة، يعني رخصت بقت ب10 جنيه، ب10 جنيه ده بالنسبة لنا دلوقتي رخيصة يا جماعة الحمد لله. قطعنا البطاطس كده، أنا طبعا مقشراها ومنضفاها، وبعد كده هنسلقها سلقا مبرحا، يعني لازم تكون طرية جدا جدا يا جماعة، ما يكونش فيها كده أي حاجة تكون جامدة. تمام. طيب هنهرسها كويس جدا، أنا عايزاها كده بيوريه، مش عايزة يكون فيها أي كلاكيع أو أي حاجة مش مستوية، أنا عايزاها كلها كده طرية وناعمة. تمام. علشان تبقى معايا العجينة حلوة وسهلة وطرية واشتغل بيها كده بكل سهولة، لازم نعمل الخطوات الجميلة دي. أنا معايا كوباية من اللبن، الكوباية كاملة اهي، سعة الكوباية 250 ملي. هنضيف عليها معلقة سكر ومعلقة من الخميرة. معلقة الخميرة يا جماعة اللي هي بتبقى 10 جرام بالظبط. تمام، يعني معلقة الخميرة بتبقى 10 جرام بالظبط. هنقلب كل الدقيق، هنقلب كل معذرة اللبن والخميرة والسكر مع بعض، وبعد كده هنضيفهم على البطاطس وهي سخنة. البطاطس وهي سخنة يا جماعة، يعني أول ما نهرسها كده زي ما حضراتكم شايفين، هننزل عليها باللبن والخميرة والسكر علشان يتفاعلوا مع بعض، والبطاطس عندي يا جماعة تنفش وتتنفس، ما تبقاش مكتومة في العيش. أنا عايزاها تتنفس، والمرة دي مش هنحط أبدا أبدا محسن يا جماعة من بتاع الأفران. تمام. أنا معايا 3 كوبايات من الدقيق، يعني نص كيلو من الدقيق بالظبط. معايا كمان ربع معلقة من الملح، ومعايا كمان معلقة من البيكنج باودر. أنا مش هحط عليها المرة دي محسن، لأن البطاطس كويسة ما ينفعش معاها محسن خالص، المحسن مع الدقيق بس بدون أي إضافات. عملنا قبل كده عيش البطاطا وكان ناجح جدا جدا. المرة دي بقى بعمل لكم عيش البطاطس، وبتمنى إن انتوا تجربوه، ولو حتى يا جماعة تجربوا ربع كيلو من الدقيق. أنا استخدمت نص كيلو من البطاطس، نص كيلو من الدقيق، هتعمل لنا كمية ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا كنت بسوي العيش والولاد ياخدوه يعملوا عليه جبنة،
والله بحقيقي يعني من طعمتها وجمالها. أنا ضِفت عليها كوبايتين من المَيّة وعجنتها عجنًا مُبرحًا، زي ما حضراتكم شايفين كده. دي عجينة والّا مش عجينة؟ حد يصدّق إن دي بطاطس؟ ما حدش يصدّق إن دي بطاطس. باقول لكم معايا ما فيش مستحيل. مش هاخلّيكم تشتروا عيش من برّه أبدًا في رمضان يا جماعة. في ربع ساعة هتكوني عاملة شوية عيش كده على السحور يهوسوا. خلاص هنغطّي عليها كده ونسيبها تخمر خالص، خالص، عكس عجينة الكايزر. دي هنسيبها تخمر لغاية لمّا تاخد الstretch roll وتروح في حتة تانية، تروح الشارع التاني. خلاص هنلمّها كده بإيدينا زي ما حضراتكم شايفين وبتبقى العجينة طرية. كل لمّا العجينة بترتاح يا جماعة بتبقى طرية، حتى لو مش عليها خميرة. هنيجي بقى على الرخامة بتاعتنا الجميلة وهنرش عليها رشة دقيق حلوة جدًا علشان خاطر ما يلزقش فيها العجينة. هننزل بكل كمية العجينة كده زي ما حضراتكم شايفين وهنشتغل بكل سهولة. أولًا يا جماعة أنا عايزة أقول لكم على حاجة. في ناس كتيرة بتقول لي: "يا هالة أنتِ بتحبي الغلبة، كل حاجة بتعمليها في البيت، كل حاجة." يا جماعة دي متعة، متعة حقيقي والله ودي هواية. في ناس كتيرة جدًا هوايتها الطبخ ودي أنا واحدة منهم. باحب الطبخ، باحب أعمل حلويات، باحب أعمل معجنات، باحب أعمل العيش، باحب أعمل كل حاجة في البيت، ما فيش حاجة مستحيلة. نزلنا بالعجينة كده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين ومش هاشكّلها على إيدي دلوقتي. وزي ما حضراتكم شايفين كده أنا باقطّعها بالقطّاعة أو عايزين تقطّعوها بالسكينة، قطّعوها بالسكينة زي ما أنتم شايفين. طرية جدًا وناعمة وبتلُظ في إيدينا كده، يعني مُريحة للأعصاب فوق ما تتخيّلوا. عجينة سهلة وسلسة، وعلى فكرة بتشتغلي فيها يا دوب وأنتِ حاطة الطاسة على النار وبتشتغلي فيها كده وبتكوريها وبتبقى معاكِ يعني سهلة جدًا، جدًا فوق ما تتخيلي. بُصّوا علشان خاطر إيدي ما كانتش فيها دقيق لزقت في إيدي شوية، فأنا هاخد شوية دقيق كده علشان أعرف أشتغل بيها. هي سهلة يا جماعة ما تستصعبوش حاجة، وأنتم واقفين في المطبخ 10 دقايق هتعملوا سلة من العيش قد كده. شايفين بقى الكِوَر اللي أنا باعملها دي؟ هناخد بقى كل شريحة من دي الطويلة اللي أنا قطّعتها وهاكوّرها كِوَر زي ما حضراتكم شايفين وهاقطّعها. يعني كل رغيف مثلًا قولي يبقى 40 جرام بالكتير أوي، أوي. خلاص، هو زي عيش الكايزر كده بيتفتح ويتحشي من جوّه يا جماعة. بس الوقت حقيقي ما سعفنيش إن أنا أصوّر الحتّة دي. كان المفروض أفتح العيش أورّيكم من جوّه قد إيه هَش يا جماعة. ما لحقتش، كان في ظروف كده، ناس دخلوا عليَّ فجأة، فما كمّلتش التصوير. يالّا خير، كُلّه خير. خلاص هناخد كده من تحت زي ما حضراتكم شايفين العيش طري. كل لما يرتاح العيش يبقى طري، وكل لما العيش يبقى طري هتاخدي نتيجة جميلة جدا جدا. خلاص لو انت عايزة بقى من البداية تكوريه وتسيبيه يخمر انت وراحتك، بس احنا هنسويه مش في الفرن، هنسويه بره في الطاسة. ويا سلام بقى لو انت عندك الفرن الفلاحي، هيبقى العيش معاكي خطير. تقعدي كده وتخبزي وانت قاعدة أحسن عيش بطاطس ممكن تعمليه في حياتك. العيش ده يا جماعة ممكن تضيفي عليه كمان معلقة من الكاستر علشان يبقى زي عيش الأفراح اللي انتوا بتاكلوه في الأفراح. تمام؟ تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ زي ما حضراتكم شايفين بنقطعه اهو، سهل سهل جدا. محدش يقول لي يا هلا صعب، يا هلا مش لا يا جماعة، انتوا بتشتغلوا في على ترابيزة. الترابيزة دي مش هتاخد منكم يعني أي حاجة، انتوا قاعدين وبتشتغلوا. حاجة مسلية جدا جدا، هواية يا جماعة، هواية. اعملوا هوايات لنفسكم. خلاص. وقت كده انت فاضية فيه تعملي شوية عيش. عايزة مثلا تعملي أكلة مختلفة، اعملي كايزر للولاد أو اعملي مثلا اللي هو العيش البرجر اللي احنا عملناه للولاد دلوقتي ده. جميل جدا. طيب أنا دلوقتي لقيت قطعة من العجينة صغيرة وفي واحدة تانية معاها كمان صغيرة. خلاص. هنحط الاتنين على بعض يا جماعة وهنطلع رغيف حلو جدا جدا جدا. هنخلص كده كل الكمية زي ما حضراتكم شايفين. انا بلقطها كده بالدقيق، يعني لازم القط العجينة بالدقيق علشان خاطر ما تلزقش في ايدي وتعمل معايا مشكلة بقى ومعرفش افردها تاني، يبقى الموضوع صعب. زي ما حضراتكم شايفين هكورها اهو. كل خطوة لازم ارش دقيق لان هي لما بترتاح بقولكم بتفرد جدا.
خلصنا كل الكمية يا جماعة. مع أول واحدة اشتغلنا فيها بقى وريحت، هنفردها فردة بسيطة جدا. عايزة تعملي العيش بقى على قد ما تقدري، عايزاه يبقى كبير كبريه بالنشابة أو بالمردنة. أهم حاجة بس تحطي دقيق في كل خطوة، يعني على النشابة لازم تحطي دقيق. هتقولي يا هلا الدقيق كتير، لا مش كتير يا جماعة، وهتشوفوا معايا دلوقتي النتيجة هتعجبكم جدا. على قد ما نقدر بقى يا جماعة هنفرده كده بالنشابة يمين وشمال لغاية لما يبقى مدور كده. هتاخديه بايدك كده وتلفيه على ايدك الاتنين بحيث ان انت تنفضي الدقيق من عليه، وكمان تديله فردة حلوة، ما يكونش فيه حتة عريضة وحتة رفيعة. وهنكمل بقى زي ما حضرتك شايفة كده بالراحة وبشويش. وبرضه هنرش رشة دقيق على المردنة علشان خاطر ما تلزقش في العيش. زي ما حضرتك شايفة كده، بصوا انا بعمل ازاي. بالضبط كده. يا سلام بقى لو جنبِك البوتاجاز أو جنبِك الفرن وأنتِ بتشتغلي، هيبقى الموضوع مش هياخد معاكِ 10 دقايق بالضبط. يبقى أنتِ بقى عملتِ أحسن عيش ممكن تاكليه في حياتِك. هتعملي عيش جميل جدًا، 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 وسهل وسريع وبسيط، وما فيهوش أي افتكاسات يا جماعة ولا فيه أي حاجة من برّه. شوية بطاطس وشوية دقيق من البيت وكوباية لبن وخلاص على كده. بس كده خلّصنا. لو انتوا يا جماعة عايزين تفريزات لرمضان، انا عملت تفريزات كفتة. خرجت من كيلو اللحمة، خرجت منها 2 كيلو لحمة مفرومة. وعملنا منها يا جماعة 3 وصفات، 3 وصفات علشان تكونوا عارفين. عملنا منها برجر، وعملنا منها كفتة للشوي، وعملنا منها كرات اللحم الصغيرة دي اللي احنا عملناها مبكبكة مع بعض. كانت حاجة ولا اروع ولا اجمل من كده. وعملت كمان شوية مخللات حلوين كده. وعملت كمان يا جماعة تفريزات خضار كتيرة جدا، وعملت تفريزات للفواكه. بتمنى منكم يا جماعة تدخلوا القناة وتتفرجوا عليها وتشوفوا التفريزات عاملة ازاي. حقيقي هتنفعكم، وشوية نصايح حلوة جدا 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 انا قلتها لكم. ودايما اقول لكم يا جماعة كل اسبوع فرزوا حاجة بسيطة كده من مصروف البيت على جنب، علشان خاطر في رمضان نلاقي عندنا كنز. طبعا كلنا طول السنة بناكل يا جماعة، بس رمضان انتوا عارفين انه بياخد يعني حاجات كتيرة، كل يوم اكل، كل يوم طبيخ، والولاد عايزين كل يوم حاجة جديدة. هنيجي بقى في الطاسة بتاعة الكريب على النار، او اي طاسة عندك بتاعة فرن حتى لو ألمونيوم اشتغلي بيها، مفيش اي مشكلة. وعلى نار متوسطة زي ما حضرتك شايفة كده. وقلبي اول لما تلاقي العيش اخد لون اقلبيه الناحية التانية، وهكذا. اول لما الناحية التانية تاخد لون برضو شيلي الناحية التانية، وبالفرشة كده ونفضي كده الدقيق من على وش العيش علشان ياخد لون. واللي هيدي للعيش لون يا جماعة كوباية اللبن الجميلة. قلتلك لو انت عايزة تضيفي كمان معلقة من الكاستر هيبقى طعمه جميل جدا جدا. بصوا بقى على نار متوسطة مش على نار عالية علشان ما يبقاش من جوه معجن، انا عايزاه طري وهش كده وحلو زي عيش الكايزر او العيش البرجر اللي احنا عملناه دلوقتي. هنستمر بقى وواحدة واحدة كده. انا حاطة طاستين على النار يا جماعة، واحدة قصاد واحدة علشان خاطر نخلص كل الكمية على طول دفعة واحدة، ويبقى سهل كده معانا وبسيط. ولو انت عندك فرن بقى من بتاع الفلاحين قلتلك هيبقى معاكي الموضوع سهل جدا. ممكن تدخلي العيش كله دفعة واحدة يستووا مع بعض. بصوا العيش يا جماعة بتنفخ ازاي، انا مش عارفة ازاي مش واضح في الكاميرا. نضغط على الحتة اللي هي لسه ما نفختش دي هتلاقيها نفخت على طول. العيش سهل وبسيط وسريع وجميل جدا جدا. احنا بتوع الاختراعات يا جماعة، احنا بتوع الافتكاسات. مش لازم ناكل عيش بس يا جماعة بالدقيق، لا لازم نحط عليه اي اضافات بتاعتنا كده. خلاص. شايفين الجمال والعظمة. عيش عيش يعني، ما تقوليش حاجة ان هو مش عيش، لا عيش يا جماعة، عيش عيش بيتخبز قدامك على النار. تحفة جدا جدا وعلى نار هادية يا جماعة. ولازم نعمل العيش ده وتجربوه علشان خاطر ان شاء الله بأمر الله تعالى في رمضان بنحتاج عيش كتير جدا. ولو انت بقى هتعملي وصفات بقى حواوشي، انت ممكن تحشيه حواوشي وتعمليه هيبقى رهيب. هو اساسا من غير حاجة، مش محتاج اي اضافات. البطاطس مخلية طعمه رهيب مع اللبن، حاجة كده فوق الروعة. طاسة على النار برضو سخنة كده، وهنجيب برضو واحدة واحدة ونفردها كده زي ما حضراتكم شايفين على نار متوسطة. والطاسة تكون سخنة يا جماعة ما تكونش باردة، علشان العجين ما يلبش في بعضه كده وتيجي تاكلي العيش تلاقيه معضعض. عارفين يعني ايه معضعض؟ يعني مجلد كده، وتيجي تشديه ما بيتشدش، ما بيتقطمش معاكي بسهولة وينشف بسهولة. لا احنا عايزينه طري من اول واحدة لغاية اخر واحدة.
شايفين الحلاوة والجمال والعظمة؟ باتمنى منكم بقى يا جماعة بعد الفيديو ده تعملوا لي لايكات كتيرة وتقولوا لي رأيكم. ده العيش بقى اللي هناكله في سحور رمضان، كل سنة وانتم طيبين. انا بديكم افكار وعايزاكم بقى تجيبوا الكشكول كده وتكتبوا ورايا علشان ما نضيعش من بعض في رمضان، واقول لكم يا جماعة انا قلت لكم تقولوا لي لا. شايفين بقى الهشاشة والطراوة والنعومة والجمال بتاع العيش عامل ازاي؟ تحفة جدا جدا، بألف هنا وشفا يا رب.